السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بإذن الله هعمل معكم كده يعني اكل كده غدا حلو كده من الاكلات اللي كلنا بنحبها وبنجري على المطاعم او على المحلات بتاعة الكشري. هو انا هعمل كشري، يعني بنجري على محلات الكشري، احنا عايزين كشري هنجيب طبقين كشري مش عارفة ايه. يعني الكشري ده عشق المصريين وكل الناس، يعني كل الناس بتحب الكشري. إيه والله، ولو دورت عليه تلاقي ان هو اكلة حلوة وصحية، لان اغلبية الحاجات اللي فيه بتبقى مسلوقة بس بمية وملح وبس فقط لا غير. إيه هما بس شوية البصل وممكن نستغنى عنهم، وشوية الرز ممكن نقلل لهم، يعني الدهون هيبقى حلو برضو، يعني أكلة والله مفيدة وإن شاء الله بإذن الله نعمله ويطلع حلو كده وزي الفل، وتجربوه من إيد أختكم وإن شاء الله يطلع حلو. وتدعمونا كده بلايك واشتراك في القناة لو مش مشتركين كده يا أهل الكرم والجود، وتشجعونا كده إن احنا نكمل، وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. بص، مبدئيا أول حاجة بنعملها في الكشري هو الحمص. الحمص يتسلق، يعني تحطيه في المية قبلها بساعة أو بساعتين. أنا بصراحة بعد الفطار أو يعني وأنا بجهز في الفطار كده حطيت الحمص في حلة وغسلته وسبته في المية، نقعته في المية، تنقعيه في المية شوية حلوين ما ياخدش معاكي سوا خالص. تمام. وده العدس ابو جبة، شوية عدس يا بنات، والله بصراحة كنت عايزة الغي الكشري لولا اني يعني عملت الحمص، مع اني كان ممكن اعملهم حمص شام وكده، بس بعد كده قلت لا خلاص، نكمل زي ما احنا مكملين. وان شاء الله باذن الله المره الجايه نبقى نعمل العدس ابو جبه، شويه عدس كده حلوين ما شاء الله ونضاف ما فيهمش حاجه، والحبايه بتاعتهم كبيره، متهيألي عدس جديد اللي هو يعني المحصول بتاع السنه دي ولا ايه مش عارفه. اول مره اجيب العدس ده ويبقى حلو كده. غسلتهم وحطيت لهم شوية مية، ما نكترش المية عشان انا ما بحبش العدس يبقى ايه اللي هو يعني يبقى معجن، لا بحب ان هو الحبوب بتاعته او الحباية بتاعته تبقى زي ما هي. فحطيت شوية مية وحطيت معاهم كمون وكزبرة وملح، ظبطت لهم. يا سلام الكمون، تاكلي كده يعني تدوقي شوية العدس بالمعلقة، طعم الكمون بيبقى ظاهر جدا في العدس ابو جبة، بيبقى طعمه حلو خالص والله. وايه كمان، اللهم صل على النبي. خلاص على كده خلصتهم وظبطتهم. يعني حابه ان انتي تعملي العدس مع الرز تمام براحتك، بس بصراحه انا بحب اعمل كل حاجه زي محل الكشري بالظبط. احنا بنروح عند الكشري، عند محل الكشري ما بنبقاش شايفين الراجل من الحلل اللي حواليه، فانا حابه ان انا اعمل الكشري على اصوله، كل حاجه في حله، كل صنف في حله. حابه ان انتي تعملي كل حاجه دي كله زي ما بيقولوا كله في حله واحده، تمام براحتك. لكن بصراحة بحب أعمل حاجة بقواعدها الأصلية. وخصوصا يعني إن هما المواعين مش هتبقى متعبة، يعني ده كل حاجات مسلوقة مية، ما فيش دهون، فهيبقى سهل في غسيله والكلام ده، لا هيبقى فيه تحمير ولا الكلام ده كله. خلاص على كده حطيت برضو الحمص كان استوى خلاص. حطيت المكرونة تتسلق. دي مش مكرونة الكشري، مكرونة الكشري بتبقى صغيرة خالص، بس اللي عارف آية عارف ان آية بتمشي حالها بالموجود عندها، مش بتفضل تحتاس وتدور. ما عنديش مش هعمل، لا بمشي حالي بالموجود عندي، اللي عارفني يعني. خلاص على كده حابة برضو تضيفي مكرونة من اللي هي الاسباجيتي، تمام زي الفل. بس انا بصراحة لقيت ان في شعرية، خلاص هستغنى الرز فيه شعرية. وعندي الشعرية نوعيتها حلوة ما شاء الله وكبيرة، تحسيها ان هي مكرونة سباجيتي لما بتبقي مكسرة المكرونة السباجيتي كده حلوة يعني. وخلاص عندي شوية بصل بيض كده من الخزين اللي كنت مخزناه، حتى لو تلاحظوا ان هما كانوا عايزين يزرعوا ولا ايه مش عارفة من جوه. برضو قلت لهم تعالوا خلاص جالكم الوقت، عشان الاحمر بيبقى لونه غامق وما تعرفلهوش سوا زي الابيض. بص الابيض وشين، يا ابيض يا اسود يعني تحمريه ياخد لك اللون الحلو وتعرفي له تمام. قلت ماشي يلا على خيرة الله. حطيت لهم شوية ملح بعد ما عملت البصل كده وعملته دواير كده. قلت ايه احط له شويه ملح. عارفين يا بنات لما تحط الخضار اي خضار تحط له ملح بينزل ميته، ما ياخدش يعني يطلع معاكي مقرمش. عارفين البطاطس اللي بتبقى مش بتاعه القليه، لما تحطي لها ملح وتسيبيها شويه في مصفى كده تبص تلاقيها نزلت الميه بتاعتها، تبقى حلوة في التحمير، ما تبقاش ايه اللي هي معجنة كده وتبقى بتتكسر معاكي في الطاسة، لا تبقى ماسكة نفسها وحلوة كويسة يعني ماشي حالها. فالملح حلو خالص في الحاجة دي، والبدنجان برضو تلاقي الحاجة ما بتشيلش معاكي زيت خالص.
برضو البدنجان انا لما باجي اعمله بقطعه وبحط له الملح وبسيبه في المصفايه، ببص الاقيه نزل ميه، واما اجي احمره او اما اجي اقليه في الزيت ما شاء الله ما يعني ما بيبقاش شارب زيت نهائي، لا نشا بقى ولا دقيق ولا اي حاجه، غير زي هما شويه الملح وبيخلي الحاجه حلوه ما شاء الله، ومش بتمتص او مش بتشرب زيت. خلاص على كده العدس حلو، بس قلت ايه احركه على العين التانية خليه ياخد شويه. وعندي البصل اهو، وعندي الحمص استوى، وعندي الرز عملته. وهو البصل بص ما شاء الله بيخشور خشوير كده، يعني نشف معايا وبقى حلو جدا. وبدأت ان انا اطلعه. هستغل برضو شوية الزيت، انا ما كنتش مكترة الزيت، كنت حاطة شوية زيت قليلين خالص. عارفين لو في وقت او يعني انا خفت انساهم على الفرن، كنت هفردهم في صينية على الفرن واحط لهم شوية زيت، اللي هو ايه يعني يا دوبك اعمل لهم اغطيهم بالزيت بسيط خالص، وافردهم في صينية واحطهم على الفرن واحمر البصل على الفرن. ان شاء الله باذن الله هعمله معاكم مرة تانية في المرة الجاية يعني باذن الله. خلاص على كده خدت شوية معلقتين الزيت اللي اتبقوا من البصل، نزلت فيه بمعلقة توم، وقلت ايه اشوحها علشان نعمل الصلصة الحمراء او الدقة الحمراء اهو، اللي بتقولوا عليه بقى صلصة دقة، اللي مش عارفة ايه كمان بيقولوا عليها ايه حاجة اسم تاني. المهم خلاص على كده نزلت بمعلقة توم حلوة، حطيت معلقتين كزبرة بقى على معلقة كمون، وحابة تحطي شطة تمام، انا مش بحط في الصلصة الحمرا شطة علشان خاطر الولاد يعني ياكلوا كده وما حرام. بحط في التانية في الدقة التانية اللي هي البيضة، اللي بتبقى بكمون وكزبرة وكده. وخلاص على كده عندي شفشف طماطم خلطته، ونزلت بعد كده بالطماطم، واحط الملح، حابة تحطي سنة سكر تمام حطي، يعني يا دوبك حاجة صغيرة، مش حابة خلاص هو كده زي الفل، وهيبقى عسل ان شاء الله بإذن الله. والزيت مكان البصل مخلي طعمها حلو جدا. جبت بقى ايه، بصوا حلل كتير ايوه، ما انا عارفه، بس ايه لما الاكله تبقى حلوه كده وبطعمها الاصلي والله العظيم بيبقى يعني بتنسيكي عادي، يعني مفيهاش حاجه. اما لم المواعين كده، ويا سلام لو على الصينيه وتقعدي في الارض كده وتغسليهم تمام زي الفل. عندي هنا هعمل الدقة البيضة. عندي برضو بحب ان انا ايه ادي التوم يعني تشويحة كده على النار، تحس التوم بيبقى طعمه حلو لما تديه تشويحة حتى لو بسيطة على النار، وبتطلع ريحته بيبقى طعمه حلو. ونزلت بنص معلقة خل، بنص كوباية خل. يعني في الاول حطيت معلقة توم شوحتها تشويحة كده مع معلقة زيت، وبعد كده اهو حطيت كزبرة وكمون كتير بقى، وايه وبعد كده نزلت بنص كوبايه خل وكوبايه ميه. واللي عندي الليمونه اهو ما شاء الله عندي ليمونه حلوه، ليمونتين، خدت ليمونه وسبت التانية، لقيت الميه كتيره فيهم ما شاء الله خدت واحده بس. وهاخد معلقتين احطهم على الصلصه الحمرا دي. وخلاص على كده اللهم بارك عندي شوية كشري حلوين زي الفل. فضل وعدل ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. والبصل اهو متحمر ما شاء الله، والعدس خلاص استوى، بصوا كله استوى مع بعض اللهم بارك. شايفين انا عايزاه كده زي ما بقوله، بصوا بقول لكم عايزاه كده يبقى الحبايه بحبتها، يعني ما مش عايزاه يعجن. عارفين يا بنات اللي لما يعني لو فات حاجه من مثلا فات شويه مكرونه، فات شويه الحمص، هتسالوني ما صفتهوش من الميه ليه، هقول لكم عشان خاطر اللي هيفيتها هعمله حمص الشام، هحط عليه شويه ليمون بقى وشويه شطه والكلام ده ويبقى حمص شام. شفتوا يعني اختكم مش بترمي حاجه خالص. عندي المكرونه برضو لما تفيض بحط عليهم شوية صلصة وتبقى مكرونة زي الفل. العدس ده اللي بكمله سوا وايه وبعمله عدس بجبة، طبق عدس بجبة كده بيبقى روعة. وعندي هنا بدأت أغرف ما شاء الله، خلاص الكشري خلص وبدأت أغرفه. أول حاجة هحط الرز بقى كده ايه اللي هو هعمل طبقات. في الأول القاعدة الأولانية بيبقى الرز بفرده في الطبق، وبعد كده المكرونة، وبعد كده العدس، وبعد كده الحمص، ونرش بقى البصل من فوق على على الصلصة على الدقة، كله بيبقى ايه تخلطي بعد كده وانت بتاكلي كده الله الله، حاجة كده تدفيكي في الشتاء، في الحر تحرحرك زيادة. بصوا خلاص اهو بغرف. واللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم يعني الدقه لو على حسب الشطه، على حسب ما بتحبي، انا لو عندك كمان اللي هي هريسه الشطه هتبقى حلوه جدا بيها، بس انا للاسف خلصت من عندي هريسه الشطه. بصوا شويه العدس الله يفتحوا النفس والله العظيم، بصوا حلوين. لا العدس المره دي والله لو عارفه ان هم حلوين كده كنت جبت تاني منهم، لاني اول مره اجيب العدس حبيته حلوه كده وكبيره وشكلها حلو كده، لا مش زي كل مره.
ما شاء الله يعني ربنا يبارك لصاحب الزرعة اللي زرع العدس ده بصراحة. وبصوا هنا بدأت بقى خلاص اهو هزوق بقى بشوية الصلصة وشوية الدقة كده، وناكل بقى احلى شوية كشري اهو. جبنا محل الكشري عندنا، لا نروح بقى عند محل الكشري يجيب لنا ده ولا حاجتنا مضمونة ومعمولة في بيتنا وزي الفل. وعملت بالمكرونه دي مش بتاعه الكشري، هرجع واقول لكم تاني، بس برضو ما قالتش لا ولا طلعيني من الحله انا مش بتاعه الكشري، لا زي الفل. هقفل بس الشباك كده، خلي الحاجه تبان على ايه، على لونها الاصلي وكده. وبدات هرش شويه الدقه وادي طبق كشري اتفضلوا معايا. يا ريت اقدر ابعت لكل واحده فيكم طبق كشري حلو كده. ربنا يا رب يحفظكم ويحفظنا جميعا ويصلح حالي وحالكم وحالنا جميعا يا رب. ونبدأ بقى ايه طبق الكشري الحلو بقى اللي يدفي ده. بصوا كل حاجة طالع منها البخار تفتح النفس، اللهم بارك. لو وصلت معايا بقى لحد هنا اتمنى تشتركي في القناة لو مش مشتركة، وتحطي لي لايك، ومتنسينيش كده بدعوة حلوة، وربنا يصلح حالي وحالكم وحالنا جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.